الا انه باع اي اصل بنسبه تتعدى ال 50%، هياخد منك حقك كدوله ان انت تفرض مصلحتك الوطنيه الاقتصاديه على المستثمر ده. زائد كمان ان بيع الاصول القويه والمنتجه بياخد وبيقطع منك او بيقطع من دراعاتك كده مورد مهم جدا للعمله الصعبه في المستقبل. اسعار الذهب رايحه فين السنه اللي جايه؟ اتكلمنا الفيديو اللي فات كده عن تصور عام لسياسات ترامب التضخميه والتمويل الضخم اللي بيعمله الحزب الجمهوري لملفات زي تخفيض الضرائب والتمويل العسكري وكمان البنيه التحتيه وقطاع العقارات، وازاي ان الكلام ده بيحتاج تمويل ضخم جدا جدا بيكون نتيجته في البدايه تباطؤ اقتصادي وارتفاع لسقف الديون الامريكيه. والنهارده باذن الله بقى هنستخدم التصور ده عشان نحط توقعات لسعر الذهب في النص الاولاني من سنه 2025، ونعرف كمان بالمره السعر المحلي او سعر دولار الذهب في مصر رايح على فين الفتره اللي جايه. ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. انا محمد طلعت وده مستر ماني. بالنسبه للسعر العالمي فخلينا متفقين كده ان سعر الذهب في خلال السنتين ونص اللي فاتوا زاد بشكل كبير جدا. يعني سعر الذهب تقريبا اتحرك من 1800 دولار للأوقية في شهر 6 2022 لحد 2790 دولار للأوقية، وده اعلى سعر جابه في خلال سنه 2024، ودي تعتبر زياده كبيره جدا بالنسبه للمعدن الاصفر التقيل المحبوب من العالم كله. يعني احنا بنتكلم تقريبا في حوالي 55% زياده في سعر الذهب في خلال سنتين ونص. وعشان كده وبشكل عام انا مش متوقع صعود كبير للذهب او مشابه للفتره اللي فاتت في خلال الفتره اللي جايه. وعشان تبقى الصوره واضحه فالذهب بيتاثر بثلاث حاجات اساسيين. اول حاجتين وهما معدل الفايده والتضخم، وثالث حاجه والاهم وهي زمن او توقيت التضخم ده بالنسبه للوضع الاقتصادي اللي بتعيشه امريكا والعالم كله في نفس وقت التضخم ده. واما نيجي نبص على الموضوع بشكل رقمي بحت المفروض نقول ان التضخم هو اللاعب الاساسي اللي بتتحرك حواليه كل حاجه في امريكا. يعني عندك مثلا في سنه 2017 وبعد ما ترامب استلم الحكم وبدا اجراءاته الاقتصاديه لتحفيز الاقتصاد الامريكي، التضخم في امريكا زاد من 1.6% في شهر 6 2017 ل 2.9% في شهر 6 2018. واما تيجي تبص لسياسه البنك الفيدرالي وقتها كنت هتلاقي ان هو بيحاول يفرمل التضخم ده بكل ما اوتي من قوه في نفس السنه دي، من خلال ان هو رفع الفايده من 1.4% ل 2.5% في نفس الفتره من شهر 6 2017 لشهر 6 2018. ونتيجه للوضع ده وقتها وشكل التضخم بالنسبه للوضع الاقتصادي الامريكي اللي ما كانش اسوأ حاجه، الذهب زيادته ما كانتش جامده قوي، وزاد يمكن في نفس السنه دي من 1250 دولار للأوقية لحد 1320 دولار للأوقية وقتها. وده لان الفلوس اللي ضخها ترامب في الاقتصاد الامريكي وقتها خلت رفع الفايده ملوش اي تاثير على الشركات اللي عاشت فعليا وقتها احسن فتراتها في نعيم اجراءات ترامب من تخفيض الضرائب وبرامج التحفيز للشركات المتوسطه والصغيره. وده خلى المستثمرين وقتها يتشجعوا ويهتموا باسواق تانية اعلى ربحيه واكثر مخاطره من الذهب، زي مثلا اسواق الاسهم الامريكيه والمعادن الاقل اهميه من الذهب وكمان البيتكوين والعملات الرقميه. وعشان كده بقول لك انه توقيت التضخم من الوضع الاقتصادي الامريكي هو نفسه مهم جدا عشان خاطر تشوف الصوره بشكل كامل، لانه برغم ان التضخم زاد جدا من شهر 6 2017 لشهر 6 2018 الا ان زيادته دي ما كانتش نتيجه ازمه اقتصاديه زي الوضع اللي حصل في خلال السنتين ونص اللي فاتوا. وانا هنا اقصد الفتره من شهر 6 2022 لحد الوقت الحالي اللي احنا فيه، او يمكن من شهرين ثلاثه فاتوا. وتقدر تضيف على ده كمان حاله الحرب اللي حصلت ما بين روسيا واوكرانيا واللي لسه مستمره لحد وقتنا الحالي. وعشان كده هتقدر تقول ان في سنه 2017 الناس ما كانتش قلقانه قوي وبتشتري الذهب بكثافه زي دلوقتي. طيب اعتقد ان الكلام لحد دلوقتي واضح جدا. دلوقتي بقى احنا فين من التضخم والوضع الاقتصادي ومعدل الفايده، والحاج ترامب ناوي يعمل ايه لما يجي المره دي، والكلام ده ممكن ياثر ازاي على الذهب. بص يا صديقي، ترامب باجراءاته الاقتصاديه هيكون هو اهم مؤشر للاقتصاد الامريكي. وطبعا حابب اقول لك مثال صغير هنا كده. لما ترامب جه خفض الضرايب في سنه 2018 من 35% ل 21%، يعني احنا بنتكلم تقريبا ان الضرايب انخفضت على الارباح بمقدار 14%. فاي زياده للفايده وقتها من البنك الفيدرالي الامريكي حتى لو كانت زياده 1% كامل وده ما حصلش، ما كانتش تعني اي شيء قصاد الانخفاض 14% اللي ترامب عمله على ارباح الشركات. نرجع بقى لموضوعنا. ايلون ماسك المره دي موجود جنب ترامب وناوي ان هو يعمل اجراءات مخيفه جدا بالنسبه للاقتصاد الامريكي والموازنه العامه الامريكيه لسنه 2025. الراجل المجنون ده باختصار عايز يعمل اجراءات تقشفيه ويقص 2 تريليون دولار من موازنه سنه 2025 لاغنى دوله في العالم. والموازنه الامريكيه اللي وصلت لحوالي 6.75 تريليون دولار في سنه 2024، وكان منهم حوالي 5.3 تريليون دولار على برامج زي الضمان الاجتماعي والرعايه الصحيه ومزايا المحاربين القدامى. هي دي بقى بالذات اللي ايلون ماسك برعايه ترامب ناوي ان هو يقص المبالغ الضخمه دي او المبالغ اللي يقدر عليها من الحته دي بالذات. وبرغم نيه ترامب لتحفيز الاقتصاد الامريكي وتوجيه الفلوس دي لبنود زي التمويل العسكري وقطاع البناء وكمان التخفيضات الضريبيه للشركات خصوصا وللافراد
الاقتصاد الامريكيين عموما، الا ان الموضوع ده وفي بدايه حكم ترامب وتحديدا السنه الاولى هيخلي الدنيا كده مش مستقره ابدا. وضيف على ده كمان الضرائب اللي ترامب ناوي يضيفها على دول مهمه جدا لامريكا في التعامل التجاري زي الصين مثلا والمكسيك، والكلام ده هترد عليه الصين هي كمان بضرائب مماثله للواردات الامريكيه اللي بتدخل الصين. عشان كده الاجراءات الاقتصاديه بتاعت ترامب وسياسه سيب ونسيب دي اللي هيعملها في اول سنه هتعمل التباطؤ الاقتصادي اللي احنا بنتكلم عليه وغالبا في اول سنه من الحكم. ولكن من الناحيه الثانيه في ملفات مهمه جدا جدا للذهب، زي مثلا الحرب على اوكرانيا والحروب اللي دايره في الشرق الاوسط وخصوصا الحرب على اخواتنا في قطاع غزه. ترامب في الاغلب هيكون اميل ان هو يوقف كل الكلام ده، وده مثلا من خلال صفقات ترضي اسرائيل على حساب قطاع غزه، وكمان صفقات ترضي الروس وتتيح الاحتفاظ ليهم باجزاء كبيره ومهمه من اوكرانيا، وده طبعا هيكون مقابل ايقاف الحرب وعمل هدنه بين الروس والاوكران. وعشان كل الكلام ده فانا اقدر اقول ان احنا عندنا هنا نقط لصالح الذهب زي التباطؤ الاقتصادي اللي متوقع يحصل في اول سنه، ونقط كمان ضده بشكل كبير وهي وقف الحروب المستمره بقالها 3 سنين تقريبا. وعشان كده والمره دي انا هكون محايد شويه بالنسبه لحركه الذهب، واقول ان هو في الاغلب هيتحرك بالعرض شويه من هنا ومش هيطلع كتير من سعره الحالي، وخصوصا بقى لحد ما التوترات اللي هتنتج من اجراءات ترامب الاقتصاديه دي تبدا ان هي تنتهي ويتضح الوضع الاقتصادي العالمي. وبرغم ان جزء كبير من التوترات دي في صالح الذهب زي ما قلنا قبل كده، الا اني مش هتوقع حركه كبيره للذهب في النص الاولاني من سنه 2025، الا انه بس يلمس اعلى سعر وصل له قبل كده، وده في افضل الاحوال بالنسبه لي وهو 2790 دولار للاوقيه الواحده. وعشان المتغيرات كتيره جدا والاجراءات الاقتصاديه والسياسيه اللي ترامب هيعملها مش هتكون واضحه غير لما فعليا يمسك الحكم، فانا هتابع معاكم بشكل دوري باذن الله، ونشوف ساعتها الذهب وضعه ايه، خصوصا لو وصل لقيمته السابقه في الفتره المعتاده ما بين شهر فبراير لحد شهر ابريل، ودي اللي في الغالب انا هحط عليها توقعي في النص الاولاني كله من سنه 2025. اما بالنسبه للسعر المحلي لدولار الذهب في مصر فانا الحقيقه عندي كلام كتير جدا عايز اقوله ونفسي اقوله ولكن مش هعرف ان انا اقوله، ولكن نقدر نقول كده بشكل عام ان الذهب وسعره متوقف على حاجات كتيره جدا مصر هتعملها في خلال السنه اللي جايه، زي مثلا اجمالي حجم الديون على مصر واللي وصل ل 152 مليار دولار، واقساط وخدمات الديون المستحقه علينا في مصر في خلال سنه 2025 واللي وصلت تقريبا ل 22.4 مليار دولار. والحقيقه ان الاقساط اللي على مصر في سنه 2025 هتكون اقل من الاقساط اللي كانت موجوده علينا في سنه 2024، وفي كمان موجه ضخمه وشرسه جدا من الخصخصه هتحصل في كل القطاعات تقريبا، الا ان ده يعتبر سلاح ذو حدين وخطير جدا، لان خصخصه اي قطاع بتكون مفيده جدا في تحقيق اقصى استفاده منه وخدمات ممكن تطلع منه في المستقبل، وكمان وقت البيع بيدخل لك مورد دولاري محترم جدا جدا، الا انه بيع اي اصل بنسبه تتعدى ال 50% هياخد منك حقك كدوله ان انت تفرض مصلحتك الوطنيه الاقتصاديه على المستثمر ده، زائد كمان ان بيع الاصول القويه والمنتجه بياخد وبيقطع منك او بيقطع من دراعاتك كده مورد مهم جدا للعمله الصعبه في المستقبل، خصوصا بقى لو البيع ده بنسبه اكتر من 50%. واعتقد ان الصين اذكى دوله في العالم بتقدم لنا نموذج هايل في الخصخصه والاستثمار الخارجي، والحقيقه ان هي بترحب بيه جدا جدا ولكن بما لا يتعدى ال 50% باي حال من الاحوال، وده عشان خاطر الدوله يفضل ليها حق الاداره، وكمان تقدر تحط القوانين المنظمه لهيكل عمل الشركات دي بما يتماشى مع نظام الدوله وتطلعاتها للمستقبل. ما هو انا من الاخر كده مش حاجه ابيع لك ارضي وتزرعها وتبتدي في الاخر تصدر لي المنتجات بتاعتي في قلب ارضي، وكمان تاخد مواردها الدولاريه بما انك تمتلك الارض دي بالكامل وتبتدي ان انت تطلعها بره في الاخر، يعني خير الارض في الاخر مش هيكون لاهلها ولا للاقتصاد الوطني بتاع الدوله، وانا مش هستفيد اي حاجه غير شويه التوظيف اللي انت هتعمله عندي والاوبريشنز اللي انت بتتمها عشان خاطر البيزنس بتاعك يدور في البلد، وده اصلا عشان خاطر انا بوفر لك عماله ارخص 20 مره من اوروبا و10 مرات من الخليج، وتقدر تقول في الاخر برضو ان اصحاب العقول في راحه. وعشان كده توقعاتي لدولار الذهب في مصر هتفضل زي ما هي، الدولار هيروح في منطقه ما بين ال 55 ل 60 جنيه، ولو كسر 63 جنيه في اي وقت فساعتها هطلع لك حالا فيديو على طول واقول لك انه هيكون لينا كلام تاني خالص في المستقبل، ولكن اتمنى وان شاء الله ان ده ما يحصلش في سنه 2025. وبناء يا سيدي على كل اللي قلناه ده فاحنا هنتوقع في اول 6 شهور من سنه 2025 زياده حوالي 5% في سعر الذهب العالمي قصاد الدولار، وزياده حوالي 7% في سعر دولار الذهب في مصر قصاد الجنيه، عشان يبقى اجمالي الزياده في سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر حوالي 12%، ويروح سعره تقريبا من 4250 جنيه وهو سعره الحالي لمنطقه ما بين ال 4750 جنيه وممكن لحد ال 5000 جنيه، وتقدر تطبق نسبة الزيادة ال 12% دي على أي عيار ذهب في مصر. وطبعا لو حصل أي جديد سواء بالسلب أو بالإيجاب أو حاجة مثلا غير اعتيادية زي حرب عالمية كده أو مشاكل كبيرة في العالم اللي احنا فيه ده هنطلع ساعتها نحدث على طول بإذن الله، ومش هنسيبكم لوحدكم أبدا. وبس كده يا سيدي، لو عجبك الفيديو أتمنى أن أنت تدعمني بمتابعة ولايك وشير، وشكرا جزيلا لكم. السلام عليكم.